مرحبا بكم أعزائي الكرام أينما كنتم، وأهلا بكم من جديد في آخر تطورات طقس المغرب. إذا كالعادة قبل أن نبدأ هذا الفيديو نرجو من المتابعين الأوفياء دعمنا بلايك لكي يصل هذا الفيديو لأقصى حد ممكن وتعم الفائدة على الجميع، وشكرا. قبل أن نمر للنشرة الإنذارية التي صدرت قبل قليل بخصوص عواصف رعدية وزخات مطرية قوية وتساقطات ثلجية بعدد من مناطق المملكة، سنحلل في الأول صورة الساتي التي أخذت قبل قليل. من خلال تحليلنا لصورة الساتي تبين لنا بداية تقدم سحب ممطرة بغزارة بداية من الشمال الغربي وبكل من السواحل الأطلسية الواقعة بين طنجة وأكادير والمناطق الوسطى والداخلية للمملكة، ولكي تتوغل بحول الله خلال الساعات القليلة القادمة ويوم غد بكل من مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والمناطق المجاورة والريف والواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية. إذا بحول الله الأجواء ماطرة طيلة هذا اليوم وبغزارة مع تساقطات ثلجية متوقعة مساء هذا اليوم بعدد من مناطق المملكة ويوم غد، كما جاء في نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي أن تهم زخات مطرية قوية تتراوح كميتها ما بين 20 و 40 ملم طيلة هذا اليوم وإلى غاية 10 ليلا بكل من عملات وأقاليم الظلال الجديدة، الخميسات، الدار البيضاء، الرباط، الصخيرات، تمارا، العرائش، القنيطرة المحمدية، الناظور، النواصر، بن رشيد، بن سليمان، بني ملال، خنيفرة، دريوش، سالة، سيدي بنور، سيدي سليمان، سيدي قاسم، طنجة، أصيلة ومديونة. ولكي تهم هذه الزخات المطرية في نفس المدة لكن بنسبة أقل ومعتدلة بمجموع أمطار سيصل بحول الله إلى 20 ملم بكل من أقاليم أسفي، الحسيمة، الحوز، المضيق، الفنيدق، تازة، تونات، تطوان، خريب، قاسطات، فشاون، فحص أنجرة، مكناس، مولاي يعقوب ووزان. هذا فضلا عن تساقطات ثلجية معتدلة بسمك يتراوح ما بين 20 و 35 سنتيمترا بالمرتفعات التي يتعدى علوها 1800 متر بكل من أقاليم الظلال، إفران، بني ملال، بولمان، خنيفرة وميدل. إذا أعزائي الكرام كانت هذه كل التوقعات المتوقعة لهذا اليوم. بقية يوم ممتع، كونوا في الموعد وإلى اللقاء.